مرحبا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم تشوفوا هالفيديو. اليوم جيت وجبت فيديو ممتع وحلو ومتنوع شوي. هلا اول شي حابة فرجيكن هالوردات الحلوين. واليوم شو رح نساوي؟ رح نظبط مع بعض ركن القهوة، وطبعا رح نساوي كتير شغلات ورح نطبخ ونساوي حلو. خليكن معنا لنهاية الفيديو مشان تشوفوا الفيديو وتعطوني رأيكم بالتعليقات. هلا مثل ما قلت لكم بدنا نغير ركن القهوة، يعني بدنا نغير ديكور لهون لمحل القهوة. فضيت كل شيء مثل ما لكم شايفين فاضي ومسحتهم، وهلأ بدنا نحط الديكورات. أول ما سويت المحل القهوة إذا في صور بحط لكم هون بتشوفوا الصور شلون كان، يعني كل كم يوم بغير، بس هالمرة حبيت غيرها معكم. والإضاءة يمكن واقفة عكس الشمس، فأفشطن شوي. شوفوا هيك الإضاءة مو حلوة لأنه واقفة عكس الشمس. يمكن هلأ زبطت. شوفوا هيك هون في عندي هالوردة شايفينها هيك 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 جاي ما شاء الله وصلاني لهون. وهون هيك هدول كمان بدي اشيلهم، هدول اثنيناتهم يمكن لشوف شلون. المهم هيك لتحت فاضي كل شيء. هلا بدنا نضبطها مع بعض. في عندي هاي بدي احطها جنبهم لهدول، هدول هيك حطيتهم هون هالطرف. بدي احط هاي هون بالزاوية مشان حط اغراض الماكينة فوقها. الاغراض هدول هنن حطهم هيك. هاي حطها ما بتسع هون، بحطها فوق هيك. صارت هيك شوفوا هيك. هلا بنحط شوية اغراض تانيين ديكور ما ديكور بيزبط. شوفوا هاي جبتها حطيتها هون هيك الوردة الزهرية، وهدول هون. وعندي هون هاي حطيت فيها شوكولا بدي احطها هون هيك. شو رأيكم؟ وعندي هالكاسات اشتريتهم، حاولت هيك جيب كلهم هيك لون ازرق مشان هيك يلبقوا لبعض. شوفوا هيك وهيك. هاي هيك من هالطرف ومن هالطرف هيك. شوفوا محلاهم وبيسعوا تحت الماكينة. اهم شيء انه يكونوا عم يسعوا تحت الماكينة. هلا هدول بدي اعلقهم هون. طبعا هي بدي شيلها يمكن ايه اكيد بدي شيلها. استنى. بدال هاللوحة اللي بحبها كتير 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 بحب هاللوحة، ما بعرف يعني كتير بحبها، بس حبيت غير الديكور. جبت هدول اثنيناتهم، حطيت وحدة هون والتانية حطيتها هون. ولا تنسوا التفاصيل، شوفوا انتبهوا على التفاصيل. شايفين الورد اللي هون نفس ورد اللي على الكاسة، يعني حبيت هيك ساوي تنسيق بين زهري وازرق فاتح مثل الالوان هلا موضة هالسنة مثل ما بتعرفوا. هيك حبيت ساوي تنسيق. وهون هيك حطيت هي اسود جنبها لانه هدول فيهن اسود وفضي، وحطيت ذهبي ما بعرف. هلا لسه ما خلصنا استنوا. وجبت هي كمان الزرعة الصناعية طبعا بدي احطها هون. ما بدي احط شي تاني. شوفوا هيك استنوا هيك. ما بعرف حط شي تاني هون قدام اللوحة او خليها هيك. هلا بنشوف. وهالكاسة بدي احطها فوق عندهم. بتعرفوا هي ما بعرف صار لها كم سنة عندي. هي هدية رشيد وحسني بمناسبة عيد ميلادي كان يمكن، ايه اذا ماني غلطانة. كان لسه لها معلقة كمان نفس هيك عليها وردة، المعلقة انكسرت بس هدول هيك ضلوا. كتير بحبها هي كمان. هي بدي احطها فوق هيك. واو صار حلو. I like it. انتو شو رأيكم؟ حلو حبيت. هون حبيت كتير كتير عجبني.
يا ما بعرف، مع هالخضار اللي فوقها كتير صار حلو. بس هون حسيته شوي معجق. شوفوا شو عم فكر شو اعمل. حط هي هون اذا بتسع، وحط هون شي تاني. تعالوا لنشوف اذا بتسع ولا لا. مع الاسف طلعت طويلة كثير ما وسعت. هاي بدي شيلها، بطلت حطها. حطيت الاغراض كالعادة فوق هون هيك، وحطيت هاي هون. وهلا هون بدي احط اطرميس تبع الكوكيز تبع البسكويت. هيك صار احسن انا برأيي. هلا شوفوا شو بدي لكم. طبعا اشتريت هالوردات هدول الزهريات كمان، حطيتهم هون. وهي من قبل كانت عندي، هي الخضرة، ومع المزهرية كانت قبل عندي يعني. حطيتها هيك، وبس حطيت جواتهم هيك وردات زهري، مشان يعني بتعرفوا موسم الصيف، موسم الوردات والالوان الترند، يعني زهري ازرق هيك يعني، عرفتوا هيك. وهون غيرت هاي غيرتها، شفت هديك ما زبطت، هاي صارت هيك احلى. هون هيك بحاسه في شي ناقص، بس شو ما بعرف، ما عم بيطلع معي. وهي حطيتها هون، كنت بدي شيلها بس قلت معلش، كوفي انتي مكتوب فوقها قهوه وشاي، خليها هون بما انه هون يعني محل القهوه والشاي. وهون مثل ما قلت لكم هون ما غيرت شي، هون ضل هيك. اقرب، استنوا شوفوا هيك على القريب الكاسات. هلا فيني احط هي هون بس بصير معجق اكثر يعني، عرفتوا؟ لا هيك خليها هيك احسن، خليها بالشباك ما بصير فيها شيء. وهون تحت هي بحط فيها الفواكه، ما بقيان فواكه حطيتها هون. وهون كل شيء بخص القهوة حطيتها هون، يعني علب القهوة، القرفة، القهوة السادة، القهوة العادية، والشاي الأخضر والشاي العادي، كلهم هيك حطيتهم هون. وهي لحالها حطيت هون، ما كان في شيء، حتى حطيت هي هيك مزهرية هي. وتحت حاطة هيك سلة وحاطة فيها الكاسات. كاسات كمان فينا استعملهم يعني، بستعملهم، عرفتوا؟ هيك صار. اعطوني رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بالتغيير؟ بتعرفوا مو ضروري اشتري روح جيب كل شي غالي او جيب كل شي، اشتري كل شي من فوق لتحت يعني. هيك بشغلات بسيطة، شوي من بيت شوي جبتهم من برا، هيك غيرت الديكور وكتير صار حلو. بس اضاءة ما حلوة مثل ما قلت لكم، لانه عم وقف عكس الشمس، الاضاءة عم تجي من هون، عم وقف بالعكس. استنوا هيك. احلى شي حبيت هالوردات، عطى هيك جو غير شكل. وهلا شو بدنا نعمل بتعرفوا؟ بدي اطبخ قبل ما اروح جيب امارة من المدرسة. هلا جينا على الطبخ. شو بدي اطبخ؟ عندي هون لحم فرمته هيك ناعم، حطيته، ما حطيت اي شيء يعني، هي لحالها هيك طلع منها مي وما حاطه زيت. بدي خليه هيك ينشف هالمي، بعدين بدي احط لها زيت زيتون. وشو بدي احط فوقها؟ هون مجهزه بصل، بدي احط 2 ويا بندورتين يا 3 حسب ما بعرف، بس هدول 4 بدي احطهم. بدي افرمهم ناعم، وبعدين بدي بعد ما خلص المي وحط زيت يستوى شوي جوات الزيت، بدي احط الخضرة. صار بخار. وبعدين البهارات شو ما بتحبوا بتحطوا، انا بدي احط البهارات. وهون محضر طنجرة بدي ساوي فيها رز، نقعت هون كاسة رز بدي ساوي معها رز. هيك اليوم الغدا او العشاء هيك ما بعرف يعني، تقريبا بين الساعة بناكل 5 6، غدا ولا عشاء نص، لا غدا ولا عشاء. اي والله. هلا افرم هدول، لبين ما افرمهم بكون اللحمة استوت. هلا الرز هون استوى، طبعا بعد ما استوى فتحته، شوفوا افرجيكم كيف حبة فوق حبة، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اغطيها هلا وافرجيكم الاكل الثاني. وهي كمان تقريبا استوت. شوفوا حطيت لحظة، حطيت اللحمة بعدين البصل والفليفلة بعد ما استووا،
حطيت البندورة، حطيت البندورات 3 دور على فكرة. لحظة هذا وهيك هلا يعني شي 10 دقايق وطفي تحته استوى يعني حاج. هيك خليه إلى مرقة مشان معرز تتاكل يعني تصير طيبة. هلا بعد ما اكلنا الحمد لله قلت قوم ساوي للولاد كيك بكاسة طحين. بدنا نساوي كيك، هالكيك اسمه بالتركي اصلاك كيك. شو لازمنا؟ شوفوا، اول شي مثل ما قلت لكم كاسة طحين. ابلش من هالطرف. بدنا 4 بيضات، فانيليا، عندي فانيليا سائلة بدي احط معلقة، وبيكنج باودر، وكاسة سكر، كاسة حليب، كاسة زيت نباتي، و3 معالق كاكاو. هدول بدنا نسوي فيهم الكيك، وطبعا بدنا نسوي صوص كمان مشان نحط فوقها. اول شي بدي احط البيض هون، فضي البيض بسم الله الرحمن الرحيم. وبدي احط كمان كاسة سكر، وبدي احط معلقة فانيليا. هلا بدي افتح الفانيليا احطها واخلطهم هدول كتير كويس. بعد ما خلطتهم ببلش بحط الزيت والحليب والكاكاو، اخر شي بحط الطحين والخميرة مع بعض. هيك الخطوات. بعد ما خلطت كل المواد مع بعضهم ودهنت الصينية وحطيتها، هلا بدي احطها بالفرن بس تستوي بطالعها. لبين ما تستوي طبعا نحن بدنا نساوي الصوص. وهلا مشان الصوص حطيت كاسة حليب، نص كاسة زيت نباتي، وكاسة سكر، و3 معالق كاكاو. هلا هدول بدي احركهم كتير كويس، وبدي احطهم على النار لبين ما يغلي. وطبعا بدي احركهم باستمرار لبين ما تغلي. هلا شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الكيك شلون انتفخ وصار جاهز. هلا بدي خليه هيك شي كم دقيقة ليبرد، وبعدين بدي اقطعها مكعبات، وبعدين فضي عليها الصوص. هلا طبعا بدي فرجيكم كل الخطوات. بلشت قص الكيك، قصيتهم بالطول، وهلا بدي قصهم بالعرض هيك. هدول هيك حاج يعني. بس الريحة بالبيت هيك مليانة ريحة الكيك. هلا اطفيها واقطعها وارجع لكم. وهلا بعد ما قطعت الكيك رح افضي عليها الصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي افضي فوقها كلها. طبعا بدي اخليها لتشرب كل الصوص. وهلا هون بعد ما سويت الكيك طبعا ما شاء الله الاولاد اكلوا. انا هلا سويت القهوه، بدي احط قطعه مع القهوه. شوفوا هيك منظرها صار. وما كان في عندي جوز الهند ولا فستق، حطيت هدول هيك زينتهم بهاي. وهلا بدي احطه وحط القهوه وروح دوقها انا كمان. والله لسه ما دقتها. هيك القهوه صارت جاهزه، وحطيت كيك
بدي اروح اتفرج على المسلسل واكل واشرب القهوة. وهيك بيكون جينا لنهاية الفيديو. اذا اليوم حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك، واذا مالكم مشتركين اشتركوا بالقناة. يلا باي باي. هلا طبعا ما حكيت لكم نتيجة الكيك كتير صاير طيب، والله حبيته كتير. شوفوا جربوها ما راح تندموا.